السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا بقى نعمل لانشون فراخ كده بس بطريقة حلوة قوي. احنا كنا عاملينه قبل كده مع بعض، وكان بطريقة كده ايه يعني كنا عاملين فراخ بس المرة دي بقى هعمله بطريقة اقتصادية شوية، وهنزود عليه شوية اضافات. ومن صدر فرخة بس هنعمل الكمية دي كلها، وبعدين طعمه حلو جدا. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تشتركوا معايا في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا له لايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أنا عندي جبت صدر فرخة. ممكن تعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها، بس يعني أنا اكتفيت بصدر الفرخة ده عمل معايا الكمية دي كلها. بعد كده جبتها وقطعتها، طبعا غسلتها كويس جدا، وبعدين قطعتها قطع كده وهفرمها بقى بالكبة. اهم حاجه ان احنا واحنا بنفرمها نتاكد ان هي مفروم كويس جدا. ممكن تجيبوا وراك مع صدور، ممكن تجيبوا وراك بس، وممكن تجيبوا صدور بس، فمش مش مشكله يعني. ايه نوعيه القطعه اللي ممكن نفرمها؟ هو بيفضل طبعا ان احنا نجيب وراك، لان بيبقى فيها نسبه يعني دهون كده، بتبقى ايه طريه شويه، فبتبقى معاكوا احلى. بس هو اللي كان موجود عندي صدر فرخه. بعد كده هفرمها بقى كويس جدا. اهم مرحله ان احنا نفرمها كويس قوي عشان يطلع معاكي اللانشون ناعم كده زي ما بنشتريه من بره، ما يبقاش مخرص كده. وبعد كده بعد ما اتفرمت كويس جدا هبتدي بقى افضيها في اي بوله كده. وعندي بقى بقيه المكونات بتاعتي اهو، شايفين بقت ناعمه ازاي، بقت معجون خالص اهيت، ما فيهاش اي قطع ولا اي حاجه خالص. دي بقى لما نيجي نعملها هتبقى معاكي حلوه جدا. نتاكد برضو نزود عليها في الفرم كويس، نتاكد ان هي اتفرمت كويس قوي. بعد كده بقى عندي بقيه المكونات بتاعتي، انا سهلتها لكم. فكل حاجه هنحط 4. حطيت 4 بيضات، وبعدين مكعب بس من المرقه. وبعد كده حطيت 4 قطع من الجبنه المثلثات، او ممكن نحط جبنه كيري، اي نوع جبنه كده عندكم ممكن نحطها. وبعد كده عندي نص معلقه كده صغيره من الفلفل الاسود، وبعدين معلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر. دي طبعا بتدي نكهة حلوة قوي. وطبعا مكعب المرقة بيدي نكهة برضو، بس احنا بنحب نزود الإضافات شوية. ومش هنحط أي حاجة تانية، توابل تانية يعني، بنكتفي بكده. ممكن بس نحط يعني ربع معلقة صغيرة قوي من الحبهان البودر برضو، بيفرق في الريحة، بيديها ريحة كده وطعم حلو. وبعد كده بقى عندي بقى فنجان من طبعا حطينا الملح. وبعد كده عندي فنجان من الزيت. بجيب فنجان من الزيت كده، من فنجان القهوة الصغير. يعني على الكمية دي، على صدر الفرخة دي وال4 بيضات دول، حطيت فنجان من الزيت. حابين بقى تضاعفوا الكمية هتضاعفوا الكمية في كل حاجة. الفنجان الصغير دوت. وبعد كده هضربهم كويس قوي، افرم كل الكلام ده كده مع بعض لحد ما يبقى سايل قوي كده. وبعد كده عندي 4 معالق من الدقيق. احط 4 معالق من الدقيق. ده بقى بيخلي القوام طبعا متماسك اكتر، وبيديها طبعا ايه يعني، بنزود معاها بنضاعف الكميه اكتر يعني. زي ما قلت لكم الوصفه التانية هسيبها لكم في صندوق الوصف. وهي ما كانش فيها طبعا الحاجات دي كلها، كانت بس صدور الفراخ ومعاها شويه اضافات بسيطه. بس دي بقى بتضاعف الكميه معاكي، وبرده بتديها طعم وريحه حلوه قوي. بعد ما ضربتهم بقى كويس كده في الخلاط، هبتدي بقى انزل بصدور الفراخ اللي عندي، وابتدي افرمهم فرمه كمان في الخلاط برضو. بس يعني يفضل ان انت لو كده ممكن تعملوه في الكبة، بيبقى افضل، عشان الخلاط بيبقى تقيل عليه شوية. صدور الفراخ بتبقى تقيلة شوية في الخلاط. بس احنا بنحاول بس نضربها كده شوية. بعد كده ممكن نكمل بالسباتيولا اللي معانا. لو ما عندكيش كبة كبيرة شوية زي اللي عندي، بنكمل بالسباتيولا نتأكد انها امتزج كله مع بعض كده. شايفين القوام بقى ناعم ازاي؟ بعد كده بقى المرحلة المهمة بقى، وهي بنجيب الاسترتش بتاعنا. دي اهم مرحله، بنجيب الاسترتش ونحط جزء بقى. انا قسمت ده على 3 اجزاء. هنجيب معلقتين كده كبار بالسباتيولا، وبعد كده ابتدي اقفل بقى بالاسترتش اللي عندي، اعمله زي رول كده اهو. شايفين؟ اهم حاجه افرد بس كويس، واقفل بقى كويس كده.
واضغط بس اهم حاجة عشان نخرج اي هوا من جوه. وشايفين الحركة دي كده بنمسك الطرفين وبنقعد نلفها كده شوية عشان اخرج اي هوا منها. وبعد كده عندي ورق الفويل بقى، نقفل بقى بورق فويل عشان ما يبقاش فيه مية او اي حاجة تدخل جواه. نقفل بقى بورق الفويل كويس قوي. نحاول ناخد قطعة كبيرة شوية كده عشان ما فيش اي سوائل تدخل جواه، لان احنا طبعا هنسويه في قلب المية. اقفل بقى كويس بالشكل ده والفه كويس قوي. وبعد كده من الجنبين برضو احاول اقفل كل ما هنضغط كده بقى، يعني ايه، هنخرج بقى الهواء من جوه. بعد كده بعد ما عملنا الطريقة دي كده هناخدها. طبعا احنا حاطين مية على النار، حلة كده فيها مية تكون بتغلي. تعالوا اوريكم بس واحدة كمان وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد كده. حطيت اول حاجة الاسترتش، احط بقى على الحرف كده معلقتين كده من الفراخ اللانشون الفراخ اللي عندي. وبعدين ابتدي اقفل بنفس الطريقة اللي احنا عملناها من الاول اهو. شايفين؟ نحاول بس ندخلها لجوه كده عشان تبقى متساوية ونلفها بالطريقة دي. وزي ما قلت لكم اهم حاجة اننا نمسك الطرفين ونلف كده، دي اهم حاجة عشان نحاول نعملها شوية كده نخليها ايه، متماسكة. وفي بقى الحاجة الافضل ان انت لو عندك ممكن صفيحة من السمنة الصغيرة ممكن برضو نسوي فيها، او ممكن عارفين العلب بتاعة الشيبسي، في شيبسي كده بيبقى موجود في علب كرتون، ممكن تجيبوا العلب دي برضو بتبقى لذيذة قوي، بتبقى افضل كمان من كده لان دي بقى مبقاش فيه مية خالص تدخل جوه، وفي نفس الوقت بيبقى طالع متساوي جدا، يعني متناسق، فيه تناسق كده في اللانشون. فيعني لو متاح عندكم دي او دي ممكن تستخدموها بيبقى افضل طبعا بقى. ودي برضو طريقة سهلة يعني. بعد كده بقى عندي المية بتغلي على النار، حطيت بقى اللانشون اللي عندي في قلب المية اللي بتغلي دي، وهسيبه حوالي من ساعة كده لساعة الا ربع لحد ما يستوي، وهغطي عليه واسيبه بقى. بعد ساعة كده طلع بقى بالشكل الجميل ده. شايفين بقى اللانشون طالع عامل ازاي، وطعمه وريحته حلوة جدا. وكفاية كمان ان هو مضمون وان احنا عاملينه في البيت بطريقه تكون نظيفه وانت عارفه ايه المكونات اللي انت حطاها فيه. وكمان مش هيكلفك كتير زي ما بتجيبيه من بره، يعني عارفين تكلفته قليله جدا. اهم حاجه ان احنا نسيبه بقى يبرد شويه، ويفضل بقى ان احنا لما نيجي ناكله تاني يوم يتساب في التلاجة كده ويتاكل تاني يوم. عايزه اوريكم بس اللانشون من جوه عامل ازاي. شايفين قوامه وشايفين ناعم ازاي من جوه. قطعوا بقى بالسمك اللي انتوا عايزينه. وبعد كده بقى لو حابين بقى تحمروه، ممكن في ناس بتحب تحمره كده بسمنة، وفي ناس بتحب تقليه بيض. اللي انتوا عايزين تعملوه بقى الطريقة اللي بتريحكم اعملوا بيها. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. والسلام عليكم.